أهلا بكم في الملكي مع مينا. النادي الأهلي بيقرر إنه يشتكي حكم الفار طارق مجدي للجنة الحكام، وما اشتكاش حكم الساحة في واقعة نادرة الحدوث، يعني إن يتم الشكوى مش على حكم الساحة، على حكم الفار. ليه النادي الأهلي اشتكى حكم الفار؟ لأن الكابتن طارق مجدي قرر إنه يستدعي حكم الساحة في واقعة إسلام عيسى وياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم طبعا دفع اسلام عيسى من الخلف وحط رجله قدامه، اللاعب اتكب على وشه. الكرة طبعا ضربة جزاء صحيحة، الكرة في حوزة اسلام عيسى. كل الناس طلعت بعد اللقاء قالت ان الكرة دي ضربة جزاء، وان حكم الساحة اخطأ في عدم احتساب ضربة جزاء. وجماهير النادي الاهلي مش قادرة تطلع من الموضوع ده، وادارة النادي الاهلي مش قادرة تطلع من الموضوع ده، ان الكرة فعلا ضربة جزاء. فقالت ايه؟ قالت ان حكم الفار ما استدعاش حكم الساحة في بعض الألعاب الجدلية، وعشان كده احنا بنشتكي. كلام جميل جدا. ايه الألعاب الجدلية اللي انت بتقول عليها؟ الكرة بتاعت تريزيجيه، الكرة بتاعت تريزيجيه، الكرة ما عدتش بكامل استدارتها من على الخط. حكم الساحة شاف انها ما عدتش، وحكم الفار شاف انها ما عدتش بعد ما رجع لها بالفيديو. فحضرتك عايز حكم الفار يوقف اللعب، يستدعي حكم الساحة عشان يشوف لعبة هما الاتنين متفقين عليها على انها ما دخلتش الجون؟ ليه؟ الكرة دي بالظبط زيها زي الاوفسايد. لو حكم الفار شاف ان الكرة عدت بكامل استدارتها خط المرمى، فالكرة دي جون، مش هيصفر حتى علشان يستدعي حكم الساحة عشان يبص عليها. كان هيقول له وقف الكرة دي جون، مش هيقول له تعالى بص عليها، لان دي ما فيهاش حالة تقديرية. كرة يا عدت الخط يا ما عدتش الخط. حكم الساحة في موقعه جوه الملعب شاف ان الكرة دي ما عدتش الخط. الحكم الفار طارق مجدي شاف ان الكرة دي ما عدتش الخط، فانا مش هستدعي الحكم. اي كرة حكم الساحة وحكم الفار اتفقوا عليها جوه الماتش ما بيتمش استدعاء من قبل حكم الفار لحكم الساحة، لان انا مش هجيبك اقول لك تعالى راجع كوره انا وانت متفقين عليها. انا حكم الفار بجيب حكم الساحه يبص على كوره انا شايف ان هو ما قدرهاش جوه الملعب بالتقدير الصحيح. انا عشان عدت الكوره كذا مره بكذا كادر، فبقول لك تعالى بص عليها من هنا، يمكن تغير رايك وتتفق معايا في الراي، او تختلف في الراي، بس الموضوع هيبقى موضوعك انت اللي استمريت في رايك. وده اللي عمله طارق مجدي، اللي انا بحييه بصراحه على ان هو استدعى حكم الفار في الكوره دي، على الرغم ان هو كان شايفها تقريبا بنسبه 100%. واذا استمر في قراره زي ما هو عمل ورفض انه يحسب ضربه جزاء صحيحه لنادي سيراميكا، فهو خطأ ويشيله، هو ابرأ ساحته بس. فانا بحيي طارق مجدي من هنا ان هو فعلا طبق القانون بشكل صحيح. صدر الحكم يحسبها او ما يحسبهاش هتبقى غلطة الحكم. كمان في حاجة لطيفة تانية في المؤتمر الصحفي، انا ما شفتش الكابتن علي ماهر اتكلم على موضوع ضربة الجزاء خالص، وشفت الكابتن علي ماهر بيتكلم على ازاي جماهير النادي الاهلي يحتووا تريزيجيه. تريزيجيه مش لاعب في النادي بتاعك، ولا الموضوع المفروض يخصك تماما. يعني انت المفروض تتكلم عن الامور الفنيه في اللقاء. وفي بعض المدربين لما يبقى في خطأ تحكيمي واضح يبتدي يلمح ليه، مش حتى مش بيتكلم بشكل صريح، لو هو تأدبا يعني عايز يشير للموضوع كده من بعيد يعني. ولكن انك انت تتكلم في ان ازاي النادي الاهلي يحتوي لاعب بحجم تريزيجيه، امر غريب جدا يعني. اعتقد كمان ان نادي سيراميكا كيلوباترا مش هيشتكي حكم الساحه اللي هو اخطا في عدم احتساب ضربه جزاء ضيعت على سيراميكا كيلوباترا نقطتين مهمين جدا في سباق الدوري، والموضوع مش فارق معاهم تماما. يعني احنا عارفين العلاقه الطيبه اللي ما بين سيراميكا والنادي الاهلي، فما اعتقدش ان هيبقى في اي تحرك على شكوى حكم الساحه اللي ضيع عليهم نقطتين. وللمناسبه سيراميكا هو النادي الوحيد اللي لو كان فاز الاهلي وفاز الماتش المؤجل كان تساوى مع الزمالك في عدد النقاط. يعني حاليا الزمالك ما فيش اي فريق في الدوري بعد حتى ما يلعب الماتش الباي، يعني اللي ما تلعبش لسه ليه، هيقدر يتساوى في الرصيد مع نادي الزمالك. كان الوحيد اللي ممكن يعمل كده سيراميكا، والنادي الاهلي غلبه، فالزمالك متصدر الدوري. كل القادم ان شاء الله افضل نادي الزمالك.
شكرا جزيلا، دمتم ملوك.